السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم حبايب قلب الأعزاء، يسعدني ويشرفني اشتراككم ودعمكم لي في القناة ليصلكم كل ما هو جديد فضلا وليس أمرا. النهاردة مودي طلب مني إن أنا أصور أجمل هدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طبعا دي هدايا جاية لمودي بمناسبة عيد الفطر. مين اللي جابها لك يا مودي؟ سامية وجابولي الحاجات دي كلها عنده. يعني مين اللي جابها؟ الاتنين. مين اسمهم ايه؟ ابن بيتها. ابنها اللي جابها. لا تعالى بص، هات هنعرفهم هنعمل ايه. هات اول حاجة. طبعا هو احنا كنت اتمنى ان انا اصور لكم دخلتهم عليا بهذه الهدايا الجميلة، يعني المودي جايين يعيدوا عليه وكده، وجابوا له شوية هدايا لطيفة ظريفة خفيفة حلوة زي قلوبهم. طبعا مين اللي جابها لك الاول؟ مين جاب لك الهدايا؟ سامي. تيتا سامية جابتها لك. مين اللي جابها بقى؟ هي اسمها ايه؟ هو نوحنا لا بص عشان احنا بنصور، هي اسمها ايه؟ تيتا سامي. برافو. مين بقى اللي جاب لك الهدايا؟ دعاء. اولادها مين اسمهم ايه؟ عادل. انا مش عارف انت اللي عارف. لا ما انت شاطر، ممتازة تقول عادل ومين؟ عادل وهدى. وهدى، شطور. عادل وهدى احفاد تيتا سامية. ولاد طنط مين؟ طنط داليا. ولاد مين يا مودي؟ طنط دنيا. برافو. طبعا هات بقى كده اما نوريهم. طبعا دول عبارة عن 3 هدايا، كان كل حاجة في الشنطة بتاعتها. جميل قوي. ما احنا هنوري لهم، تعالى هنوري لهم. وبتنف. بصوا اول حاجة مودي ماسك المسدس. طبعا يلا دخل فيها مودي الحاجة بتاعته، وري لهم كده. لا تعالى حطها تحت شوية عشان الكاميرا تجيبها. ابعد بس عن وشك، تعالى انزل تحت شوية. مش تنزل بوشك يا مودي. برافو. دي يا شباب هات كده، هات كده يا مودي. ده اول هدية اللي هو عبارة عن مسدس. طبعا لحظة بس عشان اعرفهم. ماشي. دي بتتركب في المسدس طبعا بنرميها بعيد، بنطلقها زي طلق الرصاص كده بعيد، بتلزق في الحيطة او على اي حاجة، على التلاجة، على الباب. برافو يا مودي، على اي حاجة. تمام. طبعا مودي هيحطها لكم اهو. يلا يا مودي وري لهم بتحط ازاي. برافو يا مودي، برافو. الله. بس طبعا مودي هنا بيعملها برميها قريب علشان ما يرميهاش بعيد عشان تتصور. طبعا جاي معاها 3، كان جاي معاها 3 من دول، فهنا حاليا بصور لكم 2 والتالتة برا. طبعا جاي معاها العصاية دي، عصاية اللي بيمسك الحرامي بيتضرب بيها، زي كده صاعق كهربائي كده بيصعقوا بيه الحرامي اللي بيتمسك، اللص يعني. طبعا وطبعا هات كده يا مودي. وطبعا دي كده بتاعة البوليس كده اللي بيحطها عليه، يعني اللي ماسك، بمعنى أصح إن دي لعبة عسكر وحرامي. العسكر اللي هو البوليس يعني هو اللي بيركب دي على هدومه وبيمسك المسدس وبيمسك الطلقات دي معاه وبيجري ورا الحرامي. لما يمسكه طبعا بيصعقوا بالصعق الكهربائي ده. تمام. وبيحط في ايده الكلبشات، طبعا معاها كمان كلبشات. فين كلبشات يا مودي بتاعتها؟ بره. فاذا هو دي كده كلها هدية على بعضها، عبارة عن مسدس 3 رصاصات. طبعا معانا هنا 2 من 3 لان هو كان بيلعب بيهم بره، لسه في واحدة بره. معاها كمان صاعق كهربائي كده بيضرب بيه اللص لما يتمسك. معاه علامة البوليس خلاص، ومعاه كمان الكلبشات. يا دعاء كفاية دعاء تصوير. خلاص نقول لهم الهدية التانية. دي ألعاب. بصوا انت انتوا تبقوا تعليقات. باي. بيقول لكم اكتبوا في التعليقات. بصوا
دي اللعبة التانية، دي أكتر لعبة عجبتني، اللي هي لعبة تركيب الحروف، حلوة أوي. طبعًا إحنا اللي هُم كانوا بيلعب هو وعادل وهدى، هو والأطفال برّه، والعربية والحصان فمركبين الحروف والمسدس بالغلط. دي طبعًا هنلعبها معاكم في فيديو تاني لوحدها، إن شاء الله أنا ومودي نقعد نركب الحروف كلها مع بعض بطريقة صحيحة. فأكتر لعبة عجبتني فيها والعربية هي والحصان لعبة ترتيب الحروف وتركيب الحروف والعربية الأبجدية. والحصان. بالضبط، هاقول لهم يا مودي، تمام. دي أكتر لعبة لإنها دي لعبة تعليمية، من الألعاب التعليمية الترفيهية في نفس الوقت. طبعًا المسدس ده هيتعان آمم، لمّا مودي يكبر شوية، لإن ممكن يبهدلنا بنحطه بالحاجات دي، على في نجمة شاشة، في حاجة، على فممكن يكسّر. اللي هيتساب دلوقتي اللي هي الألعاب التعليمية الترفيهية الروعة دي تحفة. طبعًا ميرسي جدًا يا داليا، وميرسي يا عادل، ميرسي يا هدى على الهدايا بتاعتكم القيّمة جدًا لمودي، وعلى الهدايا الرائعة لمودي. شكرًا ليكم على تعبكم وإنكم جيتوا لنا لحد عندنا، ميرسي بجد. تالت هدية ألا وهي العربية الضخمة العملاقة دي، و و صح؟ و عايز يوريكم إن هي عربية بزمبلك يعني. برافو، خلاص عشان ما تبوظش من السرير. دي عربية بزمبلك بترجعيها لورا كويس، بتمشي هي لوحدها لقدام، تمام. العربية دي ما شاء الله عليها روعة، دي أكبر عربية عند مودي. همشيها لهم حاضر. دي على السيراميك كده، بتعملوها جامد لورا، تقوم هي طالعة ايه لقدام، لأن دي زمبلك. طبعا دي أكبر عربية جت لمودي لحد النهاردة، هي عربية فخمة وكبيرة، يعني هي ظاهرة في الصورة صغيرة لأن أنا اللي مقربة الكاميرا عندها، تمام. لكن هي دي أكبر عربية لمودي جات له بصراحة. طبعا بابا محمد جايب له عربيات كتير قبل كده، العربية اللبني والعربية الصفراء وكده. صغيرين عن دول، اللبني صغنططة خالص كده، والأصفر تعتبر 3/4 العربية دي. أكبر عربية كانت عند مودي الصفراء، كانت 3/4 العربية دي، لكن العربية الضخمة دي أكبر عربية تيجي لمودي. فطبعا دي كانت هدايا مودي وميرسي، قول لهم شكرا يا عادل. شكرا يا عادل وحدا وسامية وداليا، طنط داليا، طنط وتيتا سامية سامية ودعاء وهدى وعادل اصحابك. طبعا مودي من الاطفال اللي انا عمري في حياتي ما خرجته شارع غير واحنا رايحين نتفسح، خارجين نشتري حاجة بس، فقط لا غير. فما يعرفش هو حاليا يعني ما شاء الله كبر شوية، فما يعرفش اي حد، اي اطفال في العالم غير هدى وعادل. هم دول اصدقائه، تمام. قول لهم اصدقائك مين، قول لهم اصدقائك مين، هدى ومين، هدى وعادل. وطبعا قول لهم ان انت الاسبوع ده رايح فين، نعادل وهدى لعادل وهدى. والاسبوع ده قول لهم رايح فين كمان، رايح الحضانة، هيتصاحب على أطفال جديدة وأصحاب بإذن الله يكونوا رائعين وطيبين كده زي مودي. وإن شاء الله كان فيديو رائع وشيق. نورت حياتي نورت حياتي ومودي بيغني لكم يا مودي نورت حياتي يا مودي، تمام. يلا قول لهم باي باي. عايز تقول لأصدقائك ايه قبل ما نقفل؟ باي باي. وايه كمان؟ منه لايك الله وتعليقات. الله اكبر، بيقول لكم مودي اعملوا لايك وتعليقات. تعليقات يعني ايه بالانجلش؟ يعني يكتبوا ايه؟ تعليقات في الضمتين، يعني كومنتات، يعني تمام. كومنت، خلاص. كومنتات يا اصحابي. نشوف ان انا عبدي هنصور لكم فيديو بعد ما ننام ونصور فيديو عن بيقول لكم اكتبوا لي في التعليقات، انا هترجم لكم اللغة الهيروغليفية اللي هو بيتكلمها. بيقول لكم اكتبوا لي في التعليقات يا اصحابي، وانا هصور لكم فيديو تاني لما ننام ونقوم، تمام. هو ده كلام مودي. يلا قول لهم باي باي. باي باي. قول لهم ناما انتوا هتصاحبنا وانا اعمل لهم ايدك كده من ورا الكاميرا، باي باي. باي باي. لسه لا مش جايه، اقول لهم باي باي. باي باي. يلا اورفوار. باي باي.